رحنا بعد كده لوادي الملوك. وادي الملوك ده متقسم لواديين، وادي الشرقي وده اللي فيه أغلب المقابر الفرعونية، والوادي الغربي. وادي الملوك ده أصبح مركز لدراسة علم الآثار وعلم المصريات. ليه؟ لأن ده المكان ده يخلي الدارسين يهتموا أو يتوسعوا في الدراسة، بالذات يعني المقابر اللي هناك، الاستكشافات، المعابد، النقوش، حاجات كتيرة هناك في وادي الملوك. وطبعا اتشهر الوادي الملوك ده بالذات في أواخر القرن ال18. طبعا ده بعد ما اكتشفوا مقبرة توت عنخ آمون كاملة. دي كانت حدث كان عظيم جدا في وقت تاريخ مصر. في المصري ما عدا التابوت الخارجي والموميا بتاع توت موجودة في المقبرة. يعني هي واخدة صيت عشان يكتشفوها كاملة. القناع مش موجودة. طب هي من جوه في نقوش وكده هنا؟ يا جماعة بصوا، مقبرة توت أو الممر ده مش منقوش، اللي أصلا ما اتفجر. في أثناء فترة التحنيط بتاعه 70 يوم نقشوا غرفة الدفن. تمام؟ وجابوا الكنز بتاعه من القصر الملكي وحطوه فين؟ في المقبرة. أصلا ما كانش بتاعته. كان بتاعت واحد تاني كان اسمه آي، حطوا الكنز في فترة 70 يوم. عشان كده المقبرة مش كبيرة، أصغر مقبرة. مقبرة توت صغيرة والكنز فين؟ في المتحف. في المقبرة ده هو باخد صيت عالمي عشان اكتشفوها كاملة. ايه المقبرة اللي بترشحها الثانية ايه؟ ايه؟ اللي حضرتك بترشحها الثانية؟ بصوا يا جماعة، أولا النقوش في الوادي كلها واحد، نتكلم على حاجة معينة. نتكلم على رحلة الملك في العالم الآخر، عمق المقبرة ومدى الألوان اللي فيها، اللي هو إيه؟ الحاجة الألوان. والنقوش يا إما غائر يا إما بارز. واديكم بعض الملوك، أول ملك اختار المكان يعني عشان يدفنوا فيه كان اسمه تحتمس الأول. الملك ده يا جماعة عاصر أو سمع عن نصوص المقابر. فحب يعمل إيه؟ يعمل حاجة مختلفة، لأن في البداية في 3200 قبل الميلاد العاصمة الأولى كانت في منفس، كان غرفة الدفن أسفل الشكل الهرمي. تمام؟ فبالنسبة لنصوص المقابر كان الهرم باين إنه بيريد إن في ملك مدفون من تحت. لما الدولة القديمة انهارت، نصوص المقابر راحوا هناك ونهبوا إيه؟ الكنز بتاع الملك. في الدولة الوسطى 2000 قبل الميلاد كانت العاصمة بين الشمال هنا في الفيوم، كان اسمها إيد التاوي، معناها القابض على أرضين. الملوك عملوا أهرامات بس من طوب اللبن، بس عقدوا الممرات عشان يخبوا الموميا والكنز. لما الدولة الوسطى انهارت ونصوص المقابر راحوا هناك وقعدوا وقت طويل درسوا المكان، ولغاية لما وصلوا لغرفة الدفن ونحت إيه؟ الكنز. حتى يا جماعة الموميا اتدمرت، دمروا إيه؟ الرومان عشان كان عندهم حقد على الملوك دول. لأنه أثناء التحنيط كان يلف الجسم الكتان، كانوا يحطوا خرطوش الملكية ذهب خرطيش ذهب ليس بالملك والجعالين. عارفين الجعالين الجعرانة دي كانوا يحطوها كتلمينة. فالنصوص المقابر اللي راحوا هناك ونهبوا، ولما نهبوا الجعرانة الذهب والخرطيش الذهب كان عندهم حقد، عشان كده الأمور اتدمرت. في الدولة الحديثة 18 الملك ده اختار المكان ده، كان عندي مهندس ذكي، مهندس معماري كان اسمه إيماني، قال له شوف لي حل. جاب لي نهبوا وقبرهم، شوف لي حل. ففي الدولة الحديثة هنا الملوك تخلوا عن بناء الهضبة. مين اللي راح هنا؟ دخل جوه الجبل، لقي الوادي ده وادي منعزل، لا في إنسان بيروح ولا حيوان. فلقي الجبل ده في الوادي القمة بتاعته على شكل هرم. قال أنا لو نقرت المقبرة هنا أسفل الشكل الهرمي الطبيعي لحد هيسمع ولا حد هيشوف. لما شفنا الكلام ده نقشوا إلين ده في مقبرته في مقر العشرات. كان أنا شفت مكان لجلال في الملك لحد سمع بيه ولا حد شافه. شايفين يا جماعة ده المدخل بتاع الوادي جوه الجبل. هنمشي مسافة طويلة جدا لغاية لما توصل المكان. خلف وادي الملوك عمل قرية للعمال، وكانوا فنانين. فعمل قرية للعمال محدش يروح البر شرق عشان يفتن على مكان المقام. بعد الملك ده بعديه على طول جميع الملوك اختاروا المكان اللي دفنوا فيه. العدد المتكامل للمقابر 62 مقبرة. في 2006 اكتشفنا مقبرة رقم 63، معنى كده ان في مقابر محدش شافها.
في مقابر يا جماعه لم تكتشف بعد. هتلاقوا في بعثات شغاله مش عارف دكتور شغال لغايه دكتور مش شغال. طبعا يا جماعه جميع المقابر فتحت في العصر المتاخر. حتى في العصر اليوناني في ايام الاضطهاد الروماني للمسيحيين عاشوا في المقابر. يعني في مقبره رمسيس 4 عاشوا جواها، هتلاقي فيه صلبان ورسموا جثث عاشوا فيها، كانوا خايفين من الاضطهاد الروماني. وعاشوا في المقابر اللي هي ايه مدخلها للشرق عشان تديهم دفء في الشتاء. حتى بعض المقابر يا جماعه ممكن اولها مثلا الالوان دهب، بس كل ما تخش جوه الالوان ايه مزهزهه. تمام؟ فجميع المقابر فتحت في العصر المتاخر ما عدا مقبره مين؟ توت عنخ امون اكتشفناها كامله بالختم الملكي كمان. تخيل الختم. طالما في ختم معناها ما حدش فتحها قبل كده. الذهب كله. دي مقبره عشان كده خدت صيت يا جماعه. على فكره لو اكتشف المقبره دي عارف مين اول واحد؟ غير كارتر؟ عبد الرسول اسمه عبد الرسول بالظبط. طفل صغير كده يا جماعه. أثناء جولتنا هناك في وادي الملوك وأنا ماشي كده بشوف لقيت في مرشد سياحي بيتكلم عن حاجات في وادي الملوك. كان بيتكلم برضه عن حاجات اللي استكشفوها ازاي، استكشفوا مقبرة توت عنخ آمون، مين اللي اكتشفها، الألوان ازاي محتفظين بالألوان لحد وقتنا هذا رغم احنا 7000 سنة وحضارة وحاجة كبيرة جدا، ازاي لحد النهاردة سبحان الله محتفظين بالألوان اللي موجودة في المعابد. تعالوا نشوفوا الفيديو ده. جماعة لو سمحتوا نركز في الأقصر. عندنا هنا من إحدى إعجاز ومعجزات أجدادكم الفراعنة في مقابرهم إن المقابر يا جماعة إلى الآن محتفظة بألوانها الطبيعية كما هي. تخيلوا معايا يا جماعة لما تخشوا جوه المقابر من جوه كده النقوش المتصورة على ايدكم الشمال واليمين دي ألوانها ألوان طبيعية من أكتر من 3500 سنة يا جماعة. شايفين يا جماعة درجة الألوان اللي هتشوفوها داخل المقابر عاملة ازاي؟ من ضمن الصور دي يا جماعة في صورة مهمة جدا عايزكم تركزوا معايا فيها لمدة دقيقتين ليوم القيامة، اليوم الأخير يوم الحساب. هم نبي حاكموا الميت واخدينه من ايده كده بيودوه الجنة او النار حسب اعتقادهم هم. طبعا ادي الميت يا جماعة ملبسينه ابيض رافع ايدينه لفوق بيتحاكم قصاد صف من الالهة 14 اله بيسألوه 14 سؤال. هل قتلت؟ هل كذبت؟ هل لوثت ماء النيل؟ هو خايف من النار بيقول لا. السبعة اللي قدام دول مصدقينه، السبعة اللي ورا لا. منين عرفنا ان السبعة اللي قدام دول مصدقينه يا جماعة؟ رافعين ايديهم ليه بمفتاح الحياة. بيقولوا له ايه؟ ستحيا، هتخش الجنة ما تخافش. السبعة اللي ورا مش مصدقينه منزلين ايديهم لتحت. طب يعملوا ايه؟ خدوا الاله انوبيس من ايده على الميزان، حط قلبه في كفة، الناحية الثانية حطوها يا جماعة ريشة. برافو عليك، ريشة. من الطبيعي يا جماعة ان القلب اتقل من الريشة، بس هو لو انسان خير هيحصل العكس وقلبه هيبقى اخف من الريشة ويدخلوه الجنة. ادي الجنة يا جماعة صورينها الاله اوزوريس لابس ابيض قاعد على الكرسي الاخضر مستنيه بالورود والطيور. اما النار مصورينها حيوان خرافي اسمه عمعم. اسمه ايه يا جماعة؟ منتظر تحت الميزان. اسمه عمعم منتظر تحت الميزان. لو القلب هو اللي طب ده معناه ان الانسان ده قلبه يا جماعه لا قلب شرير يعني اسود. بس انت مالك متغاظه منه كده بتقول اسود؟ اسود مثقل بالذنوب والخطايا. اما الحيوان الخرافي عمعم هينقض على قلبه ويخلص عليه ويبقى كده دخل النار. وده يا جماعه فكر المصري القديم يعني بخلي عن الجنه وعن ايوه بياكل قلبه ويقضي عليك يبقى كده. ده فكرهم بتكلم عن فكرهم. صوره ثانيه يا جماعه، صوره ثانيه يا جماعه للتحنيط. بصوا يا جماعه عظمه اجدادكم الفراعنه. العالم كله والعلم الى الان ما توصلش لسر التحنيط اللي توصلوا له اجدادكم الفراعنه من الاف السنين. ادي هم كانوا بيحنطوا الميت يا جماعه. دي عمليه التحنيط اللي حيرت العالم كله الى الان. في يا جماعه صور تاني ضمن الالبوم ده متاخده زمان قوي. لحظات اكتشاف مقبره الملك توت عنخ آمون منها الموميا. ادي اول صوره.
الراجل ده من يوم ما توفى من اكتر من 3500 سنه وهو موجود كما هو في مقبرته زي ما حضراتكم شايفينه كده. منتظر حضراتكم جوه. ده العالم البريطاني هاورد كارتر لحظه اكتشاف مقبره توت عنخ امون اللي يقال عنه ايه؟ ان مجرد ما اكتشف المقبره هو واللورد كارنافول، اللورد كارنافول توفى. صوره تاني للختم. ايه قصه الختم دي يا جماعه؟ توفى. ايه قصه الختم دي يا جماعه؟ اي مقبره بنحفر عليها لو تلاقينا ختم على بابها ده معناه ايه يا جماعه؟ ما اتدخلتش قبل كده، ما حدش فتحها، ما اتسرقتش. وده اللي حصل في مقبره الملك توت عنخ امون. لما تلاقوا الختم ده على باب مقبره الملك فتحوا المقبره وجدوا كل الكنوز الذهبيه كامله بل مقدسه. موجوده في الكنوز دي حاليا يا جماعه؟ متحف المصري بالقاهره. يا بنتي بقول لك ايه؟ القناع الذهبي، القناع الذهبي 12 كيلو جرام ذهب من الذهب الخالص الفرعوني، اغلى قطعه اثريه في العالم كله يا جماعه. طب حبوا يعرفوا سعرها كام؟ جه تقرير كده من بره انها ايه؟ لا تقدر بثمن. موجوده في المتحف المصري بالقاهره. هم يا جماعه منعوا التصوير بالكاميرا بالفلاش ليه؟ حفاظا على الكنز الالواني اللي قدام حضراتكم دي. لما زاد الطلب قوي من كل الجنسيات، اجانب مصريين عرب، طلب على مقابر وادي الملوك بالذات، هنا خافوا على الالوان اللي جوه المقابر. عملوا ايه؟ جمعوا اهم واجمل صور المقابر كلها، طول 21 صوره، حطوهم في البوم جميل جدا في خريطه مصر بكل المعابد اللي هتزوروها وزرتوها لغايه اسوان، وخريطه المكان بكل المقابر، وجاوا عارضينها للبيع بس مش كبيع، عملوها مخفضه للمصريين كتنشيط للسياحه. عملوا حاجه ثانيه يا جماعه، اللي بيدور على شريط فيديو جامع اثار مصر كلها، دي النسخه الوحيده اللي اصدروها، جايبه معاكم الاهرامات مرا بكل معابد ومقابر مصر، معبد عامل مسح شامل للمعابد والمقابر المصريه لغايه ما يوصلكم اخر معبد على حدود السودان. معبد ايه يا جماعه؟ ابو سمبل. ايه الجميل في الفيديو ده يا جماعه؟ انقاذ معبد ابو سمبل من غرق من الميه من بحيره ناصر عن طريق هيئه اليونسكو. الاجمل انه برنامج تعليمي اللي معاه اطفال طلبه. ليه بقى؟ لانه فيديو صوت وصوره عربي انجليزي فرنساوي الماني في 9 لغات جوه البدايه. الالبوم ده مهم جدا جدا جدا. ده اول حاجه عن المعابد والمقابر المصريه زمان هي ومدفونه وهي وغرقانه. ركزوا معايا يا جماعه، الصور دي مهمه جدا. معبد حتشبسوت وهو مدفون حوالين انه بيت كده والناس ساكنه جوه المعبد من جوه، تمثالين منهم لو لاحظتوهم انتوا جايين يا جماعه هم غرقانين في الميه، في ناس بتعوم كده قدام منهم. معبد فيلة في اسوان هو غرقان في النيل قبل ما يقطعوه ويخربوه ويطلعوه بره النيل. معبد الكرنك هو مدفون وهو غرقان. معبد الاقصر، زرتوا معبد الاقصر يا جماعه؟ لسه. بصوا كده لما تزوروا معبد الاقصر ده زمان لما كانت القريه ساكنه جوه المعبد من جوه. ادي البيت دورين وادي الحياه اليوميه جوه المعبد من جوه. على سطح معبد الاقصر انتوا هتشوفوا مساله واحده بس، الثانيه دي مش هتشوفوها حاليا. حد عنده فكره موجوده فين حاليا؟ فرنسا، ميدان كونكورد. اللحظات الاولى لنقل الكنوز الذهبيه من داخل مقبره الملك توت عنخ امون. بصوا يا جماعه الاهرامات لما كان النيل قريب جدا جدا منها والناس ساكنه بيوتها جنب الاهرامات، الناس كانت تزور الاهرامات بالمراكب بتاعتها. ابو سمبل لما زالوا الستار الرملي عن واجهه المعبد وظهرت اعظم واجهه معبد في العالم كله معبد ابو سمبل. مين زار ابو سمبل قبل كده يا جماعه؟ ايه الجميل في ابو سمبل؟ اسمعوا المعلومه دي يا جماعه. الاربع تماثيل دول للملك رمسيس الثاني، بس اللي يقف قصاد الاربع تماثيل ويركز فيهم. بصوا يا جماعه، اول تمثال وشه صغير سنه 20 سنه، لكن روحه الاخر واحد يا جماعه عجز فوق ال 60 سنه. ده على الحجر الكلام ده يا جماعه. دي المراحل العمريه. الملك رمسيس الثاني منحوت على الحجر، وده دل على شيء يدل على براعه واتقان ودقه الفنان المصري القديم في النحت وفي السيمتريه. مقابر وادي الملوك زي ما حضراتكم بتشوفوها دلوقتي ده بدايه الاكتشافات. ابو الهول، الحاجات دي كلها ضافوها السنه دي، زائد اخر حاجه مقبره نفرتاري. تسمعوا حضراتكم عن مقبره نفرتاري يا جماعه اللي هي جميله الجمالات، مقبره خرافه، ناس بتدخلها غالي جدا، كانش حد يخشها الا رؤساء وزراء امراء. الاونه الاخيره فتحوها للجميع بس الناس بتدخل غالي جدا. ليه ده كله يا جماعه؟ لما بتدخلوا جوه مقبره نفرتاري جمال الوانها، جمال عناقيد العنب المنحوته على ايدك الشمال، اكانه عنب حقيقي، اكان النحات الفرعوني لسه مخلصها النهارده بيحطها لنا جوه الدفايه هديه. طبعا يعني مش هينفع افوت فرصه زي دي. شايفين المنظر؟ طبعا دي كانت حاجه فرصه كويسه جدا يعني ان انا اشوف حاجه زي دي، او بالنسبه لي تبقى ذكرى. دي حاجه تاريخ يا جماعه، تاريخ يعني زي دي ذكرى. الواحد يطلع من رحله زي دي جميله بالشكل ده لازم يبقى في حاجه تفكرك بالايام دي. كده حلقتنا خلصت النهارده، ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده من برنامج أرض الملح.